مع ما أشتري التوابل من السوق مرة أخرى، سأبدأ الوصفة بتقطيع فصين من الثوم إلى شرائح، بحيث يكون هناك بصلتان أولا إلى نصفين ثم إلى مكعبات. هكذا ينبغي أن ينظروا إلينا. الآن سأقطع الفلفل الأحمر إلى شرائح ثم إلى مكعبات. سأفعل نفس الشيء مع الفلفل الأخضر، أولا على شكل شرائح ثم على شكل مكعبات. سنفعل الشيء نفسه مع الفلفل الأصفر، مقطع إلى شرائح ثم إلى مكعبات. في وعاء سأضيف الثوم المفروم، البصل المفروم، الفلفل الأخضر، الفلفل الأحمر، أيضا الفلفل الأصفر، 1 بقدونس مفروم صغير، قليل من الملح، فلفل أسود، أوريغانو، 2 ورقة غار مقطعة بهذه الطريقة. سأخلط كل شيء جيدا، ثم أضيف زيت الزيتون حتى يمتلئ الوعاء الزجاجي. توابلنا المحلية الصنع جاهزة الآن، ويمكن تخزين هذه الوصفة في الثلاجة لتبقى طازجة لمدة 3 أشهر. شكرا لمشاهدتك الوصفة حتى النهاية.